نحن الآن يقول لك أنت سلفي متشدد. متشدد فكيف لو كنت أيام النبي ماذا ستقول؟ ولهذا بعض الناس الآن ضعف التدين عندهم، فإذا رأيك تمسكت قال أنت أنا ضعيف. أنس يقول في ذلك الزمن لو أن بعض أصحاب رسول الله خرج أو قال لو أن رسول الله ما عرف منكم إلا الصلاة، يرى في أن تغير حصل ضعف، وأنس حي، فكيف لو جاء أنس اليوم وعاش في أظهرنا ورأى الضعف الحاصل في من يظن الناس فيهم أنهم متشددون. والله مهما تمسكنا ولا نحن شيء أمام الصحابة أبدا. فالثبات على الدين، والثبات على العقيدة، والثبات على السنة، ومعرفة هذه النعمة. اشكر ربك وازدد ثباتا وازدد تمسكا. ما لك وللناس سيقولون عنك متشدد، قولوا. سيقولون عنك تغير، قولوا. سيقولون عنك ما تفهم، قولوا. سيقولون فلتقولوا. لا عبرة بقولكم، لا قولكم قرآن ولا سنة، ولا سأعذب به يوم القيامة ما دمت تمشي صح. لأن بعض الناس مسكين يدخل رجل ويخرج رجل في الهداية. لما؟ خايف من قول الناس، فتراه يتأرجح. ولهذا بعضهم تراه يحلق لحيته اليوم ويربيها أسبوع ويخليها شهر ويحرقها الشهر الثاني ويطلعها ويحلقها، كأنه بيصلح أرض، يخربها ويعمرها ويخربها، ما في ثبات. والسبب في هذه الزعزعة عدم القناعة بالحق والتدين والثبات. وإلا الإنسان لو كان ثابت والله لو اجتمع من في السماء يزحزحوك ما يستطيعون. دين. فاعرف هذه النعمة حفظك الله، نعمة الهداية ونعمة الثبات. الناس اليوم ألفوا المياعة والميوعة، فحينما يروك تتمسك بالدين ينظروا إليك أنك متشدد وحش. لما؟ لأنهم تربوا يغني، يرقص، يصيع، يضيع، يلعب، يتمهزل في الدين عادي. يصلي يوم يبطل، يجمع ظهر، يجمع عصر، يصلي بدون خشوع، ما عنده قيام ليل، ولا يصوم اثنين ولا خميس ولا 13 ولا 14 ولا حول السنة ولا حول العبادة ولا حول قراءة القرآن ولا حول شيء. حينما تأتي أن تنضبط كأنك يعني حاجة عظيمة، ولا أنت حاجة عظيمة، أنت في نفسك لا عظيمة ولا عظيمة. يعني أحيانا بعض الناس داخل البيوت من الله عليه بالهداية ما يصلي قيام ليل ولا يصوم الاثنين ولا الخميس ولا الثالث عشر ولا الرابع عشر ولا الخامس عشر، وعنده تقصير في السنة، لكنه انضبط على الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة. أبوه يقول عنه متشدد. ولحيته طلعت شوية، وزوجته هربت عليه، وأمه بدأت تتكلم. كما مرة واحد من الإخوة قال من الله علي بالهداية، قلت له نعم. قال وجئت ليلة من الليالي أحببت أصلي في الليل. قال فاستيقظت في الغرفة عندي وبدأت أصلي وأقرأ لي قرآن. قال وأمي سمعت صوت في الليل وقامت وجاءت باب الغرفة تسمع إسماعيل يقرأ قرآن، وقلبها خاف. رجعت على طول إلى غرفة النوم وأبو إسماعيل نائم. قومته قم. قال لها ما لك؟ دعيني أنام. قالت قم، ابنك مدري ايش فيه. قال ايش فيه؟ قالت مدري ايش بيه، يدرس. أمية مسكينة. قالوا خليه يدرس. قالت قوم أقول لك أنت والجنان، ابنك تعبان. والأب فز من النوم، قام نفض البطانية وخرج. جالسين باب الغرفة منتظرين إسماعيل، وبدأ الشك يدخل فيه إنه قدو مجنون. إيش معه يقوم الناس نوم والرجال قام يصلي؟ كان يحسبون إنه أي واحد يصلي في هذا الوقت يعني أكيد مخبوط، جات له صياد. ما هو السبب في هذا الفهم؟
التي عاشوا فيها دخلت فيهم انطباعات. هذه الانطباعات ولدت نفور من كثير من العبادات.